السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين. اليوم جبت لكم الزيتون ديالي. انا الصراحه راني صاوبته وتفكرتكم، قلت علاش لا ما نشاركش معاكم ونقول لكم المراحل ديال ماما اللي كتبع باش كتصاوب الزيتون وكيجي على هاد الطريقه. هانتوما انا راني يلاه نشفتو كما كتشوفوا. هما الزيتونه ديالي، ها يلاه نشفتهم وصاوبتهم، حيدت منهم المرجان، ودابا جيت ندهنهم بزويته وغندير لهم شويه الزعتر ان شاء الله محكوك. غنصهر شويه الزعتر ونحكو، ولكن غنديرو غير في القريعه اللي غادا نستعمل. كما كتشوفوا راه الكميه شويه كبيره. هذا زيتون بيو طبيعي، جبته من راس الماء، غزال. الطريقه كما قلت لكم سهله وسريعه. جبتو غسلته بطبيعه الحال من داك الشوائب اللي فيه، من بعد درت ليه الملح مزيان مزيان مزيان، ودرتو غير داك الساشي ديال التقديه ديال الثوم، درتو في داك الساشي وحزمت داك الساشي مزيان ودرتو في واحد الشبيكه وتقلته. صافي كدوز واحد المده تقريبا ديال 10 ايام. كما قلت لكم احباباتي، كدوز واحد المده ديال 10 ايام تقريبا، كتلقاو داك المرج كله خرج، كله كيتجبد. الزيتونه في الاول كتكون كبيره، كتكون الزيتونه منفوخه وغليظه. ها نتوما ملي كتولي الزيتونه بحال هكا راه صافي، راه كتعرفوها راه تصاوبات. كما قلت لكم من بعد كتجبدوا داك الزيتون ديالكم، كتغسلوه مزيان مره جوج ثلاثه. كيتشلل مزيان باش كيتحيد منه حتى داك المرج اللي كيكون باقي لاصق فيه. من بعد ملي كيتشلل مزيان حطوه في واحد الشبيكه. ملي كتقطر في ديك الشبيكه مزيان عاوتاني، واخا يبقى ليله كامله كاع يتقطر، وجيت سرحته في الطاوات وعرضته مع الشمس باش كينشف، حيت هو الزيتون ضروري 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 انه يكون ناشف مزيان. الا ما نشفتوش الزيتون مزيان راه من بعد كيدير لكم ديك الصوفه البيضاء. كما قلت لكم الزيتون الا ما كانش ناشف راه كيدير داك الصوفه البيضاء. بالنسبه لي انا راه كنفضل الزيتون بالزعتر. كاين اللي كيفضلوا بالمعدنوس بالثومه حتى هو كيجي زوين، كاين اللي كيبغيه بالهريسه، كاين اللي كيبغيه بفليو بالازير. كل واحد شنو الذوق ديالو، كل واحد الاعشاب المنسمه اللي كيبغي. بالنسبه لي انا هنا الزيتون ديالي بعد ما نشف كما قلت لكم، الزيتون ديالي غادا نديرو في هاد الطويصه. كما كتشوفوا هي طاسه كبيره، وغادا نجيب زويته بلديه طبيعه الحال، زويته بلديه طبيعيه، زيت ديال العود حتى هي بيو 100%. غادا ندوز على داك الزويته كامله، نحاول الزيتون كامل عفوا انه دوز عليه داك الزيت، حيت الزيت هي اللي كتحميه من داك التعفنات. من بعد من انه زعما كينشف من الماء خاصو تكون دايزه عليه الزويته. انا بالنسبه لي الزيتون هنايا ما كنبغيش يكون مالح بزاف، نظرا زعما الطونسيون وهذه، وحتى شويه كيجي داك المذاق ديالو شويه مجهد ملي كيكون مالح. انا ما كنعاودش نزيد له الملحه، فقط انني غادا ندوز عليه الزويته هنايا وغادا نخليه في الطويصه. وداك القياس اللي انا كنحتاجو كنجبدو، سواء كندير واحد شويه زيت البلديه في مقيله وكندير معاه شويه المعدنوس وتويمات محكوكين، نديهم ونجيبهم غير واحد شويه غير حتى كيتصهدوا. بما كيتصهدوا وكنجيب داك القياس ديالي ديال الزيتون كنهزو من هنايا كنديرو في ديك المقيله، ما كنطيبو ما والو بطبيعه الحال حتى كنطفي على المقله، وكندوز داك الزيتون تما وكنديرو في القريعه ديالي ديال الزاج. من الاحسن يكون قريعه ديال الزاج، كنسد عليها مزيان باحكام حتى كنبقى نستعملها. هنايا انا غادا نوريكم شنو غادا ندير. قبل ما نسالي الفيديو ديالي كنطلب منكم وكنتمنى انكم ديروا اشتراك في القناه ديالي وتفعلوا الجرس ديال الاشتراكات، وديروا لي جيم وعلاش لا كومونتير الا بانت لكم شي ملاحظه، ودعموني في القناه ديالي باش نشارك معكم كل جديد وكل ما هو يومي. هانتوما كما كتشوفوا حاولت انني ندوز الزيت على جميع الحبات. هانتوما كاملين الحبات ديال الزيتون دايز عليهم داك الزيت البلديه. هذه مساله ضروريه عندكم تنساوها.
وواحد القضيه، راه حتى الا بغيتو تاكلوا الزيتون بحال هكا راه كيجي يا سلام، راه كيجي غزال الزيتون بحال هكا. غير هو انا ما قلت لكم ديك القضيه ديال التنسيم، ما تنسيم غير كاضافه وصافي، زعما اللي يحب انه ينسم ما فيها باس. بقاو معايا نوريكم الزيتون بالزعتر. ها انتم كما كتشوفوا معايا هنايا شديت شويه الزعتر، صهرته واحد شويه باش يجيني ساهل. يمكن اللي زعما بغا يطحنوا في المولينات يطحنوا، اللي عندهم طحون يقدر يستعملوا. بالنسبه لي انا كندير غير هذا القياس ديالي، وكندوزو بين يدي كنحكو واحد شويه صافي راه كيتصاوب. ها نتوما انا دابا خديت داك الكميه ديال الزيتون اللي راني باغا نستعمل، كندير فيها شويه الزعتر وكنخلطها كما كتشوفوا بصيص صغير شويه صافي. من بعد ما كنخلط هاد الكميه راني كنديرها في قريعه ديال الزاج وكنسد عليها وكنبقاو نستعملوها.